وضع خطر للغاية، لا أحد يستطيع أن يقرأ بدقة وبشكل كامل تفاعلاته. أجندة معينة قد ترى أن التفجير في مصلحتها تستطيع أن تفجر حتى لو كانت محدودة التأثير. في لعبة الوجود الدولي والإقليمي، هذا المثلث الصغير اللي موجود في منطقة الجولان على كتف هذا البلد، هذا بإمكانه يشغل المنطقة كلها، لأنه كما قلت في قوى عديدة لها أجندات متصارعة، وفي أحيانا تعرف احنا الفلسطينيين في حالات كثيرون يغسلون أجنداتهم على حسابنا بهذا المعنى، ولكن نأمل أنه تسود نوع معين من العقلانية بحيث أنه الأمور تمشي بسياق غير كامل. هذا ما نأمل ونرجو، ولكن الله أعلم إلى أن تصل، إنما الخطورة تظل كاملة وقائمة، ونأمل أنه نتفادى. طبعا هذا مرتبط أيضا بالوضع في سوريا وامتداد اللبناني. وضع هناك وأنتم تتابعون تقريبا أستطيع القول أننا فقدنا سوريا التي نعرفها، لم تعد موجودة. سوريا اللي في داخلنا دائما حنين وحب وثقة بأنها سند. أنا درست في سوريا وبعرف أنه من أفضل الشعوب العربية في التعاطف وفي الحب وفي الوجدان الفلسطيني هو الشعب السوري بكل طوائفه واجتهاداته. قضية فلسطين ونحن عشنا بين السوريين هي قضية بالنسبة له بالعروبة، لا بتشعرش أنت غريب لما تكون موجود في سوريا. يمكن ما قدروش يعملوا إنجازات كبيرة على صعود متعددة، ولكن هذا الجزء كان نؤمن به. ولكن هذا البلد تمزق، هذا البلد خرج من تأثير في دائرة المنطقة، ما عادش مؤثر، صار نقطة صراع، والعالم كله يتصارع على كل شيء في الأرض السورية. كل العالم إشي تاركه. يعني مثلا خلينا نقول لك ليش الأمريكان ماخذين موقف لا مبالي من سوريا؟ تحليل الأمريكيين اللي بيتقاتلوا هناك ما يشفيهم حدا. الجيش السوري مشيلين، الإيرانيين اللي تدفقوا لحماية النظام هناك مشيلين، القوى الأخرى زي النصرة وداعش وغيره هذول قوى داخلين في فصيل ضد الأمريكان، لأن أمريكا أعلنت حرب على الإرهاب. وبالتالي ليش أنا أتدخل؟ خليهم وقادر تلجم الآخرين من التدخل. فالبلد مرشحة لمزيد من التوترات والاضطرابات، كأنه في حرب عالمية بالواسطة تجري على الأرض السورية. والخسارة الكبرى في هذا الموضوع شعب سوريا تقريبا يعني لم ينجو أحد من الكارثة التي تجري على ذلك البلد. الذي لم يقتل أصيب، والذي لم يصب لاجئ داخل بلده، والذي لم يتمكن من البقاء في بلده صار لاجئ برا. هذا مش هيك سوريا اللي احنا بنعرفه، ولا هيك الشعب السوري. النظام ما عندوش استعداد للتراجع خطوة إلى الوراء، المعارضة كذلك، الأجندات الخارجية كلها بتتقاتل على أرض سوريا، والشيء المتاح للسوريين فقط التزود الدائم بالسلاح. خذوا ذخائر وأسلحة أنتم عايزين، وبالتالي الوضع في منتهى الخطورة. وبتيجي مثلا ربما يكون أيضا هذا خطر على المنطقة الكل، ليس فقط على سوريا وامتدادها اللبناني. الأردن خايف إنه أنا عندي حرب ضروس يفصل عنها شارع واحد. اللي بيعرف الجغرافيا بيعرف إنه منطقة حوران ودرعا والمناطق هاي تقريبا هي والأردن منطقة واحدة. فبالتالي دائما وأنا بروح على الأردن بشوف الناس مش عارفين يناموا ليه، قلقا على مصيرهم وقلقا شو حيصير. الأتراك خاشين بالباع وبالدراع في الموضوع، وفي دعم تحكي لبعض الميليشيات ومطالبات بإسقاط النظام كشرط لإيجاد الحل. النظام ملزق عنده، يعني مش نظام معزول، عنده عزة برضه
عنده بعثيين وعنده جيش وعنده فرق عسكريه وعنده يعني ما حدا قادر يصفي حدا، ولكن الحل بيستنى معجزه. الروس دعوا لاجتماعات في موسكو من اجل الحل، فيش فايده، دعوا بس مشان يلطفوا موقفهم انه احنا صحيح داعمين النظام وبنقدم اسلحه وبنقدم دعم، ولكن ايضا بالمقابل عم بنحاول نحل، هم عارفين بيقدروش يحلوا. طبعا ايضا الاستراتيجيه الايرانيه صار لها كعب اخير بسموه، هي الوضع في سوريا وحديثا الوضع في اليمن. خشها اليمن يمكن الاقل خسائر، لكن اليمن في لحظه ما بعد انتصار وقت اجتياح الحوثيين لمناطق واسعه جدا في هذا البلد، هذا حرب، احتمال حرب اهليه اكثر ضراوه مما سبق، لانه هي اصلا طائفيه القصه. الحوثيين مسجلين على الشيعه وعلى ايران، واليمنيين الاخرين مسجلين على انهم سني وعلى السعوديه وعلى الخليج، وكل جاي لا باس انه القاعده هناك لها وجود معلن. كل الفصائل المسلحه محتشده الان ايضا على ارض اليمن، وايران بتقول لك انا هون بدي مشان اوصل لباب المنزل نفوذي. فالبلد ايضا انتم شايفين يعني ما فيش فينا نقول انه في بصيص امل الا اذا نجح المجهودات القائمه الان في ايجاد ائتلاف جديد داخل اليمن، ولكن ايضا قد يخسر اليمن وحدته وهو في سبيله الى ذلك. يعني الجنوبيين بيقولوا اوكي خليكم انتم في الشمال تطاحنوا زي ما انتم عايزين، من اول عمل هذا القصه الجنوب اصلا مش مقتنع بالوحده وبده يمشي، فبالتالي هذا الواقع. عن العراق حدث ولا حرج. العراق المالكي سواها حرب طائفيه، وحيث صاروا الناس يقولوا سلموا عليه وصدق، قد ما كان يقتل ويبطش ويقمع، لكن على الاقل كان في ما فيش مليون قتيل، ما فيش الاقليات خايفه على مصيرها، ما فيش صار تقسيم في العراق امنيه مستحيله. ايضا الافراد بقول لك انا خلوني ادير بالي على حالي، الاشهر يعني الوضع كانه كان العالم العربي ينتظر قنبله لتمزق فوق، كان ممزق ككيانات، هلا صار ممزق كمجتمعات وكوضع داخلي. فيش امل انه يعني يمكن اللي نفذوا من القصه هون لازم تنتبهوا للكلام اللي انا ساقوله. وليبيا طبعا انتم عارفين زي اليمن تقريبا، يعني كمان شوي ستعلن دوله فاشله، وبالتالي تفتح الباب على مصراعيه لاي تدخل. اللي قدروا يمسكوا حالهم شوي تونس. وليش؟ تونس لم تلقى مصير اليمن ولا مصير العراق ولا مصير ليبيا لقوة المجتمع المدني هناك، وهذا ينسب للحبيب بورقيبة. احنا بنحكي موضوعي، يعني لا احنا مع هذا ولا مع هذا، فبالتالي انا عشت في تونس والفلسطينيين عاشوا في تونس. المجتمع المدني قوي في عهد الحبيب بورقيبة، وصار له مؤسسات، وصاروا في تونس كمان كبلد سياحي بالدرجة الأولى وبلد فقير الموارد يعتمدوا على أنفسهم. أنا عشت في تونس سنوات، عمرنا ما شفنا في كل تونس من أقصاها لأقصاها سلعة أجنبية واحدة. يمكن ما حدش يعرف هذا الكلام. كل شيء تونسي، السيارات تجميع تونسي، واحيانا يتغاضوا عن بعض السيارات المستعمله تدخل البلد في اكثر الحالات، اما ملابس، اكل، اثاث، كل هذا تونسي 100%. وهذه السياسه وضعها الحبيب بورقيبة. يمكن ما كانش يرضي المثقفين اللي بدهم ديمقراطيه غربيه مفتوحه ومجتمع الله اعلم قديش درجه تاهيله لهذه الديمقراطيه، الا انه نجح في انه يسوي المجتمع مدني، اعطى المراه حقوق غير موجوده في اي مكان في العالم العربي. وعندما حصلت الثوره في تونس، وهي الشراره الاولى كما تعلمون لما سمي بالربيع العربي، عندما حصلت الثوره هناك
تلقائيا نجح الإسلاميون في حزب الدعوة لأنهم الرد الصريح على كل ما كان في الماضي، لكن عاد التونسيون وتوازنوا، وبفضل حكمة الغنوش اللي قال أنا شريك في هالبلد أحسن من أستحوذ على النظام. إذا بدي أستحوذ عليه في حرب أهلي، لأنه هذا بلد سياحي كله أوتيلات وكله أجانب وكله كذا، بمشيش معه يعني نظام يشبه نظام إسلامي مطلق، مشيش معه. فالرجل كان عاقلا واختار إنه يتعاون، وشفت نتائج الانتخابات، انتخابات حرة ونزيهة لم يطعن بها أحد، حتى الإسلاميين أفرزت حالة من التوازن الداخلي اللي هو نظام بورقيبة الأولاني ولكن مع بعض التعديلات. نظام بورقيبة الأولاني وثلاث نظام زين العابدين بن علي ما كانش بيقبل فكرة الإسلاميين أصلا في البلد. الوضع الجديد اللي صار في انه الاسلاميين صاروا شركاء بالمعارضه، شركاء الان هم متحافظين على الحكومه الجديده، ولكن في النهايه هم في برلمان عامين. وهذا اول مره كانوا مطاردين، اما مقموعين داخل البلد واما مطاردين في اوروبا والى اخره. فصمدت تونس وعبرت افضل من غيرها هذا القطوع اللي احنا بنشوفه. نيجي كبيرة الكبائر والأهم في كل اللي بنحكي من أول لآخره مصر. بحب أقدم صورة يعني بشوية ألوان للموضوع. مصر أنا أدعي خبرة فيها، مش لازم اشتغل فيها سفير أو مندوب، بالعكس هون بتصير معرفتك محدودة جدا. لأن أنا في مصر عشت 5 سنوات طالب وموظف صغير، استخدم الاتوبيسات واسكن في اكثر من مكان مفروش، وبالتالي عرفت مصر، شربت الحياه المصريه. الجمود اللي حصل في زمن الرئيس مبارك كان زي الستات اللي بينظفوا الدار بحطوا تحت السجاده، بيزيحوا الوسط وحطوا تحت السجاده، في يوم من الايام يعني حتى واحد تخرب الدنيا. وبالتالي كانوا النظام هذا ما يحلش شيء. كنت موجود، انا كنت بعرف مبارك شخصيا وبعرف اولاده اللي طلعوا امبارح من السجن وعاصلنا فيهم، ما كان يحل لذلك. يعني كنت الاحظ انه في لا مبالاه بوضع البلد، بلد ماشي نمطيه كانه يعني قطار سكه حديد ماشي على القضبان، لا جميل هيك ولا هيك، ولكن تحت كان يتفاعل نوع من الجمود، مصيبه الجمود. ليش بتجددوا الناس وبيعملوا انتخابات نزيهه وكذا؟ مشان بس الجمود يقلل الانفجار في الايام. فما صارش في مصر ثوره، صار انفجار نتيجه التراكمات. وبتعرفوا نفس اللي حصل في تونس في البدايات حصل في مصر. النزعه الشعبيه اعطت الاخوان المسلمين فرصه في الوضع الجديد على اعتبار هي النقيض لما كان قائما. في انا بمعرفتي في مصر كتبت مقال في الشرق الاوسط مشان يعني ما يكونش في ادعاء في الموضوع. عنوانه ما هو مش عنوان، معالجته ابطا صعود واسرع هبوط. الصعود اللي وصلوا الاخوان للقصر الجمهوري 80 سنه وهم بيبنوها قوه ورا قوه، وما خلوا قوه في الارض ما تحالفوش معها، بما في ذلك نظام مبارك. كان في مصر العادل وزير الداخليه يجيب قاده الاخوان ويقول لهم احنا لازم نعتقل 200 واحد، فلما نعتقلهم ما تحكوش، قولوا له اذا وافقت على 200 كلهم، مقابل انه بنتخابركم عنكم تهضوا نقابه الاطباء. فكان نفوذ شعبيا، ولكن ايضا بالمقابل الاحتواء متفق عليه. انتم مثلا نقول لهم حبيب العادل وزير الداخليه مسموح لكم لحد 80 عضو في البرلمان، ما ينزلوش 81 مرشح، 80 يجوا يقعدوا في البرلمان ويصيروا يحكوا معارضات، بس مصير شو 80 من 500 مثلا. فكان في عهد مبارك الاخوان من اجل ان يتمكنوا جيدا
كانوا مستعدين يهاجموا، بالعكس في ادبيات لهم كانوا يقولوا لمبارك ابو المصريين من اجل التمكن والوصول. وصلوا طبعا بانه لهم قوه في الشارع، لا احد ينكر ذلك، ولكن ايضا المجلس العسكري تواطؤ معهم لانه خافوا على مصر. العسكر مش تواطؤ معهم عماله، انه طيب هذول لساتهم طالعين، واذا احنا ضربناهم البلد بصير بحر من الدم. فضربوا عتمه شوي على احمد شفيق اللي هو امتداد لنظام مبارك، وجابوه وقعدوا في السلطه. الغنوشي تاع تونس ايضا تنبأ بانه الاخوان في مصر لن ينجحوا، لانه بسرعه بدهم يعترضوا نمط الحياه المصريه، بسرعه بدهم محافظين وبدهم وزراء، واعلنوا احنا بدناش ندخل انتخابات الرئاسه مشان نضل في البرلمان قوه تابعه ومصلحه، بعدين بطلوا دخلوا في النظام. فصار في مصر نوع من ردة الفعل غير مسيطر عليها تماما، لا من جانب هذول ولا من جانب هذول، الى ان اجت حركه السيسي. السيسي ما كانش حركه عسكريه صرف انتم ملاحظين، ولكن في النهايه حصل هذا الذي حصل في مصر، والان مسيطر عليه الوضع. مؤسف جدا انه ينقتل شرطي، ينقتل متظاهر 10 15. المواطن بدناش نحس برقم نقول يعني النمو في سوريا 500 وفي مصر 4 إلى الوضع كويس. اي مواطن يقتل نتيجه اشتباك مع السلطه خاصه يعني عدم استقرار البلد. وبتعرفوا انه مثلا محصله الوطن العربي نقدرش اختلفنا او اتفقنا نقدرش نعتبر انه هذا البلد يعني زيه زي بلد هو المؤشر. وثاني بلد بعد تونس صار فيه كذا، وثاني بلد ايضا قدر يستوعب الوضع، وارسل الغنوشي في مؤتمر الاخوان المسلمين في اسطنبول رساله نشرت على نطاق واسع، قال لهم انتم ضيعتوا حالكم للاخوان، ما كان لازم تستعجلوا لا في ترشيح رئيس، كنتوا ضليتوا قاعدين في البرلمان ما فصلتوش دستور على مقاسكم، قبلتم دور الشريك وليس دور المستأثر من النظام. لو عملتوا هيك بتكونوا في المستقبل ربما تصيروا زي اسلام تركيا اللي عمل نهضه في تركيا وعمل تقدم وكذا، ولكن انتم ضيعتوا الفرصه. الان في بطش مش بسيط، مؤسسه المصريه العسكريه والمدنيه والاقتصاديه كلها تجمعت على ضرب هؤلاء الناس، وبالتالي اختلط الحال بالنابل. ومصر تعاني. مصر انا بقول انه ليس سهلا انه كالشوكه تقتل المعارضه فيها او حتى العمليات كذا، حيصير هذا الكلام وربما يستمر، ولكن في فرق بين بلد يسيطر على الشارع فيها عنف كامل وبين بلد فيه اعمال عنف ونهون. حتى في الفتره الاخيره في الاحتفالات اللي تمت مؤخرا كان المؤمل انه تمر هذه الاحتفالات، ولكن ما مرتش في تحضير لإرسال رسالة إنه مصر غير مستقرة. موت الملك عبد الله بن عبد العزيز أيضا غير مجرى الموقف، كانت الحكومة لها خطاب ومساعدة تعمل احتفالات بذكرى ثورة يناير، ولكن انتهى الوضع. فصارت أحداث مؤسفة ومبالغ فيها سواء من خلال درجة القمع ومن خلال محاولات توكيل الأوضاع في البلد. هذا الوضع وين بصب أخيرا بالنسبة لنا؟ يمكن أنا أفضل في درجة هذه وأنتم مش معرض عنها، ولكن نحاول نربطها. أكثر ما هدد القضية الفلسطينية فيما سمي بالربيع العربي هو ظهور قضايا موازية أو منافسة هي أكثر سكونة والحاح من القضية الفلسطينية. يعني هلا مصر تقول لهم بدي يقول لك خليني أخلص وضعي بعدين بنحكي شو بدنا نعمل. سوريا اللي كنا نسميها قاعدة الثورة والقضية وكذا، قلت لك ما انتم شايفين شو بقدر أعمل؟ حدود سايب، حتى الحدود مع إسرائيل سايب فيها ما هو ولو من القوى. الحدود مع تركيا سايب، الحدود مع الردود سايب، الحدود مع، وبالتالي
هذا السوري تقدر تقول له تعال نعمل شيء بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، يقول لك حاضر ترى طول عمري معك حاضر معك بس خلينا نخلص الوضع. هذه الجمله ذبحتنا. صحيح ما كانوش حواطر في موقفهم منا قبل هذا الربيع، لكن في فرق بين تقصير وبين استحاله الجهد. كانوا مقصرين مرة عملوا شوي، عملوا مبادرة عربية للسلام، راحوا اشتغلوا يعني قالوا الآن حنمرر. وموضوعيا يقول لك أنت شو عندك؟ هيك بقول شو عندك؟ أنت بنقتل منا حتى في حرب غزة اللي انقتل فيها 2200 و 300 شخص، بقول لك راحوا في يوم بس لما انضربت الكيماوي في الغرب هيك بيحكي صار يحكوا لنا، مع انه تعرف شو معنى انه نروح لشعب صغير محاصر 2000 موجعه 10 يا اخي كمان موجعه، ومع ذلك بيقولوا لنا انتم في نعمه. مثلا تصور انه يقولوا للناس تحت الاحتلال انكم في نعمه بالقياس للتدمير اللي قاعد يصير هناك. هذه قضيه كبيره يجب ان نفهم انه قديش هذه استراتيجيه بتاثر على حل قضيتنا. نحن لا بدنا نعمل حروب ولا بدنا نعمل توازنات استراتيجيه ولا بدنا نستورد اجندات. احنا بدنا حل عرب قدمنا، في ناس راضي عنه وفي ناس مش راضي عنه، هاي الشعب الفلسطيني حل الدوله الفلسطينيه على الضفه الغربيه على الاراضي اللي احتلت عام 67، ثم التفاوض على حلول القضايا الدائمه مثل اللاجئين وكذا. هذا اللي قدرنا نوصل له، هو العالم مستعد يأيدنا فيه ويمشي معنا. هذا صار صعب تحضير هذا الكلام طبعا، لكن ليس مستحيل. في قضايا بتطول بس ما بتنتهي. احنا في بعض تساؤل ربما حول انه طب شو بدنا نعمل ما دام الوضع العربي هيك، الوضع الاقليمي هيك، الوضع الدولي هيك. هون بنيجي لموضوع الذهاب الى مجلس الامن. ليش؟ شو فائدته او شو عدم فائدته؟ انا اللي قاعد قدام واقف قدام فوق مش متحمس للموضوع، يعني لست من الوعيد ولا من الناس اللي عم يعتبروها خلاص. انا رايي لكن احيانا ارى انه تدبير موضوعي. احيانا هذه قضيه ضدها القضايا الموازيه اللي حكينا عنها او المنافسه، وضدها ايضا الجمود وانسداد الافاق. وقعتنا واقع مع الحكومه اللي هون مش فاتحه ولا باب. وقعتنا واقع مع الامريكان، اجى كيري وقال بدي تعطوني 9 اشهر بخلص لكم الموضوع. وكنا مثل موقف لمفاوضات مع استمرار الاستيطان وكذا، خلانا نبطل انه ما دام كيري جاي يقول 9 اشهر معناته وضع ايده ولا امريكا يا عمي. وفي ظهر طبعا اوروبا والعرب كلهم معه، راحوا له العرب بتذكروا برئاسه وزير خارجيه قطر قالوا له انت فصل واحنا بنلبس. وصلت الهدف يعني، ومع ذلك اجى نتنياهو مالكش مالكش. وهو يعلم قال انه انا اللي افشلني الاستيطان الاسرائيلي وقرر الحكومه الاسرائيليه واعلن هذا. طب يعني وبعدين اعطينا حاجه هذه القضيه ما تصيرش تموت. انا في لكم الا ترجعوا للمفاوضات. وشو بيطلع من المفاوضات؟ بصير غير واحنا نعيدكم بان نضغط على هذا المفاوضات. ما ينفعش يعني المفاوضات، وانا من انصار المرونه والحلول السياسيه والمفاوضات. المفاوضات اذا لا تحقق تقدم واذا لا يكون لها سقف معين بتصير عمليه قادمه بحدها. بتصير مفاوضات من اجل المفاوضات تحت عنوان انه اذا بتفاوضوا نعطيكم فلوس، اذا بتستمروا في الهدوء نعطيكم نقط في حلوكم. الان الوضع بعد هذا كله انه الحكومه الاسرائيليه اوقفت تحويل جزء من فلوسها، ما فيش لا هي مساعده ولا هي دعم. فهذا الشهر موظفي السلطه اخذوا 60% من الراتب. يمكن الشهر الجاي اذا استمر الوضع ياخذ 30 لانه في مصاريف اخرى غير الراتب مفيش دخل. شبكه الامان العربيه اللي بندور عليها هذه مرتبطه ايضا بالحسابات مش من العرب. رصيد مفتوح مثل التلف وبتحل المشكله. بيجي المحادثه حاضر وش بيصير خير بس ايضا بدهم يحسبوها. حتى فكره الذهاب مره اخرى
الامن معظم العرب تمشي لها. بقول لك طيب احنا خاشين في حرب مع داعش نقود الولايات المتحده وقت نروح نحرجها بفيتو بكذا وكذا، هذا وش هذا ما بيقولوش علنا. بروح لهم الجامعه بيقولوا العلم بدك يا بصير حضرتك، لكن هم مش راضيين هذا الاتجاه. زائد الاتجاه غير موجود، لانه امريكا قالت لك انه بتروح هناك تحلمش انا ما اهلم بمسلك. مش بس سويته، منعوا التسعه اللي لازم يصوتوا لها مشان تضطر امريكا لعلها تخرج، فسقط مشروعنا بالتصويت بدون فيتو. لانه برضه في ناس يخش كثير ناس راحوا قالوا لهم احنا معاكم وعند اجل التصويت غلبوا الزينه من الامريكان، سحبوا بطل في 9 8 وكسبنا. احنا مبسوطين اللي فرنسا صوتت. شو جبت؟ فرنسا صوتت، ما هي صوتت معنا في اليونسكو في الجمعيه العامه. فبالتالي الوضع تفسيري انا انه فقط هنالك ميزه واحده للحكي عن مجلس الامن ومحكمه الجنايات الدوليه فقط وعدم ايقاع هذه القضيه في جمود ويأس دون المبالغه في تقدير انه روحتنا عن مجلس الامن بتجيب لنا هذه بالضبط. يعني يمكن ادبيات السلطه هذا تحكي شيء زي ما انا بحكي، بيحكوا انه رايحين يجيبوا شو بيقولوا في الاخر؟ انتم ما يعملوا شيء، لروش ما يعملوش شيء، لكن هذا هو الواقع القائم الان. تسمع مصطلح انه اذا ما صارش حل احنا هنسلم مفاتيح السلطه. هذا الحكي، هذا كلام جزء شيء انا عرفته من طلب رمضان. قولوا شيء، قولوا هذه السلطه بدنا نطورها مشان تصير دولة، بدنا نحقق لها مكاسب للشعب الفلسطيني، بديش اربطها بالمفاوضات من عدمه. اما انه انا بكره اروح اقول لنتنياهو تعال استلم، هذه قصه خطره. وبتدريش كيف يروحوا يقولوا للعالم انه هذول الناس سلمونا حالهم. فبالتالي هذه الجمله وانا نصحت وكتبت وصرخت انه ما تعيدوهاش. قولوا امريكا متواضعه ضدنا، قولوا اسرائيل لا شرطين حقوقنا، قولوا بس ليش نسلم المسؤوليات لقوه الاحتلال؟ يعني 20 سنه اللي فاتت ما كانتش اسرائيل قوه الاحتلال. ففي هذا الموضوع عليه جدل كبير حتى داخل الساحه. لكن عندك ثقافه فلسطينيه لما تعمل شغله ما بيملكوش يكونوا انت تحت عنوان انا رايح احاكم اسرائيل في محكمه الجنايات يقول لك صحتين روح، مع انه القضيه لسه سهله تكون وتو ويز ايش رايك وش جاي، يعني زي ما انت بتطرح ما تعرفش كمان يعني مسكتين منه. فبالتالي الوضع على هذا الصعيد يعني ليس وضعا مضمونا، لانه مش بس كل المنطقه مش مضمونه. ليش انتم تعتقدوا اسرائيل اللي عندها اقوى قوه عسكريه في الشرق الاوسط وربما اقوى قوه اقتصاديه بقياس المنطقه العربيه المحيط فيها كثير مرتاحه؟ كمان غياب السلام وزياده التوترات في المحيط العربي بيخلق الاسرائيليين موضوعيا. احنا او انا شخصيا بديش اقول احنا لاني بحكي باسمي الشخصي، انا بعتبر انه المخرج الوحيد الممكن بعرفش بيقدروا عليه بدهميات تمشيات اسرائيليه نحكي هو انك تعمل حل متوازن اولا مع الفلسطينيين قبل ما تروح تشوف شو بصير في ايران. الحل بيبدا منكم، انتم عندكم مطالب عادله وانتم جماعه لا عاملين حرب ولا بتقوموا بالارهاب، انتم بتقولوا بدنا حقوق متساويه. ماشي، اعضاء كل القوى السياسيه الموجوده هنا عمليا باستثناء بعض القوى بتقول انه احنا لنا حقوق. ما الذي يقول اسرائيل لا تعرف كمان هذه القصه. شيء ثاني معنا احنا ما بنحسب قديش عندنا سلاح ولا بنحسب قديش عندنا قوه اقتصاديه. احنا جماعه الضغط والغزو، احنا بنحسب كاصحاب قضيه ان لم تحل حضر اسرائيل قلقه لو صارت قوتها اقوى من الاتحاد السوفيتي والامريكان مجتمعا. حضرت
خصوصا انه احنا